ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ بمناسبة ترند الدكتورة وسام، دكتورة النساء اللي هي فوجئت ان هي اتحبست، يعني انا هتطرق لها طبعا، بس حابة اتكلم في البداية عن قصص مهمة جدا من حياة الدكتور نجيب محفوظ. وده يعتبر اول دكتور نساء في مصر، او اللي ادخل طب النساء في مصر بشكله الحديث يعني. وهو على فكرة اللي متسمي على اسمه الأديب نجيب محفوظ، لان ولادته كانت متعسرة، فنبغى جابوا الدنيا نبغى، يعني ايه الجمال ده. المهم الدكتور نجيب محفوظ في مرة من المرات راحت له مريضة، بيقولك كانت رقاصة جميلة، الرجالة بتترمى تحت رجليها، أصيبت بمرض من اللي بينتقلوا جنسيا. الحالة اتدهورت طبعا، انقطع عنها الشغل، فتراكمت عليها الديون، فترمت من البيت، فترمت في الشارع بين الحياة والموت، لحد ما في عسكري دورية لقاها وداها مستشفى القصر العيني. ودكتور نجيب محفوظ عمل لها كذا عملية، ووقتها كان المرض ده خطير يعني مش زي دلوقتي. فقال لها بصي يا ستي، انا يعني كدكتور وارد جدا ان انا اتعدي، بس انا بخاطر بنفسي علشانك، فده يخليني اقول لك لو سمحتي يعني لما ربنا يشفيكي توبي. فقالت له بصي يا دكتور، وعد قصاد ربنا انا هتوب. والمهم ونسي الموضوع بقى ومر الزمن، فاتجوز، والمفروض رايح شهر العسل، وان هو هيروح بقى هياخد القطر للباخرة ولا للطيارة علشان شهر العسل. ونزل الخبر في الجورنال باعتباره راجل مشهور يعني. فجت ست شيك كده ولابسه يشمك او بيشه بيسموها، قدمت لمراته ورد نادر وغالي، وراحت موطيه على ايده بيساه. طبعا منظر غريب جدا يعني. فبعد ما مشيت هو مش فاهم، ففي واحد من زمايله اللي كانوا معاه في الرحله قالوا له انت مش عارف مين دي؟ قال لهم لا، طبعا مغطيه وشها، هعرف منين؟ قالوا له دي الرقاصه اللي جات لك زمان. هي فعلا تابت واشتغلت في البيوت، وكان في عمده عنده ولاد بيدرسوا في القاهره، فكان واخد لهم شقه هم وامهم، وكانت مريضه بالقلب، وكانت كويسه جدا معاهم وتفانت في خدمتهم وخدمه الام، وتعلقوا بيها لدرجه ان بعد ما الام ماتت طلبوا من ابوهم ان هو يتجوزها. فلما اتجوزها وبقت هانم من الاثرياء، ما وقفتش عند كده، دي عملت دار خيريه شغلتها ان هي ترعى البنات اللي ظروفهم صعبه علشان ما يوصلوش للي هي وصلت له، وكمان علشان تنتشل البنات دول من الشوارع. شوف كميه الخير اللي اتعملت، وشوف الرحمه ممكن تعمل ايه. وتخيل السيناريو البديل لو كان بصلها من فوق لتحت، ولا لو كنا اتقينا اللي ما كانش حصل اللي حصل. بقى تحترمي نفسك ازاي؟ خدتيه منين يا اختي؟ يعني تخيلوا ده. ففي بعض الناس بتتصور ان والله الرحمة دي يعني حيلة علشان يعني علشان نتصالح مع الغلط او علشان نهون منه. احنا مش في لاس فيجاس، احنا في مصر يعني، فلسه قدامنا شوية على ما نبتدي نختلف على الزنا. احنا كلنا عارفين ان الزنا من الكبائر، من اكبر الكبائر، ومرض مجتمعي خطير وكل حاجة. هو الفكرة تتعامل معاه ازاي، الطريقة. وعلى فكرة القصة اللي أنا بحكيها دي قصة من عشرات القصص في كتاب حياة طبيب لدكتور نجيب محفوظ، وهو الحمد لله متاح على النت بشكل ليجل. واللي عايز يقرأ حاجة تملى مخه وتملى قلبه ويخرج منها وهو يعني بيتأمل في حكمة ربنا وبيحلم كده، يقرأ الكتاب ده. يعني أنا بعتبر إن الترشيح ده هدية. ومن القصص اللي أنا أحب أقولها لكم برضو، إن راحت له مريضة، الست دي كانت انقطع عنها الطمس من 7 سنين، فقالت له انا سمعت ان في دواء جديد كويس قوي للعقم. فهو مش عارف يقول لها ازاي يعني يا ستي خلاص يعني. فقالت له والله ربنا قادر على كل شيء. فقصاد الجمله دي ما يقدرش يقول لها حاجه، اداها الدواء، يلا هيخسر ايه. تمر برضو فتره، وبعد كده في ليله ممطره قالوا له في حاله ولاده متعسره، راح البيت لقاها هي الست دي عند ايه، فما بقاش فاهم. وبعد كده بقى اتعرف طبعا في تفاصيل طبيه انا مش فاهماها قوي، ان في حاله من كل مليون بيبقى فيه بويضه مش عارف مستخبيه فين، فممكن يتم تلقيحها ازاي فبتاع. بس هي في الاول في الاخر اراده ربنا. تقف الحكايه عند هنا؟ ما توقفش. هو في نهايه حياته بقى كان بيدي محاضره في كليه الطب، فعايز بمناسبه بقى ان هو يعني بيختتم مسيرته المهنيه، وعلشان يديهم عظه ان ما فيش حاجه بعيده على ربنا، ولازم يبقى عندك امل، واللي فاكر ان هو نهايه ممكن يبقى بدايه. لهم يا جماعه ده انا ولدت ست عمرها 52 سنه. فطلع واحد طالب كده قال له استاذن حضرتك بس 52 و6 اشهر. فقالوا له انت عرفت منين؟ قال لهم ما انا ابنها، يعني ابنها كمان طلع دكتور زيه. فدي القصص اللي الواحد المفروض يسمعها من الدكاتره المهمين يا جماعه، يعني مش ان فلان واخد بشله في وشه وترتانا عايزه اطمر ابيها وان انا ارضح للمرضى. يعني في ناس اللي دخلت على الاكونت بتقول ان الاكونت مليان فضايح، يعني
مش كده يا جماعه، يعني المفروض ان البني ادم المتعلم طريقه كلامه غير البني ادم غير المتعلم. طيب في واحد ممكن يقول لي يرد على الكلام ده بان الله يرحمه دكتور نجيب محفوظ كان راجل عظيم وكل حاجه، بس ما هو حكى اسرار مرضه. وطيب الدنيا ايامه كانت غير الدنيا دلوقتي، يعني الطيبه دي ما عادتش تنفع دلوقتي، ولازم ما ندفنش راسنا في الرمل. الست كانت بتواجه امراض اجتماعيه خطيره بتشوفها زي ما كلنا بنعمل، ما احنا كلنا فعلا بنخرج وبنشوف حصل لي الموقف الفلاني فالبلد رايحه على فين فبتاع. طيب من ناحيه سريه المريض، انا مش مقتنعه ان هي انتهكت سريه المريض، لان هي ما قالتش اسامي ولا حتى ساكنين فين ولا في اي اشاره، فانا ما اعتقدش ان هي ارتكبت جريمه. يعني في فرق بين الخطا والانتهاك والجريمه، اللي عملته ده انتهاك، فمش اي تصرف فيه جلفنه، مش اي جلفه او اي بني ادم مش عاجبني احبسه، فانا مش شايفه ان هي المفروض تتحبس طالما ان هي ما قالتش اسماء. انا مشكلتي هنا في ان انا حقي على الدكتور مش بس سريه البيانات، من حقوقي الأصيلة على الدكتور فكرة ان هو يحترمني وما يحسسنيش ان هو بيحتقرني تحت اي ظرف. يعني الواحد بيروح للدكتور اصلا وهو ضعيف، فمش ناقص كمان ان هو يبقى شايل هم ده هيقول عليا بقى ايه، وهبشوف باصص لي ازاي، وهيسألني الاصابة دي خدتها ازاي وبتاع. احنا اخر حاجة محتاجينها في اللي احنا فيه ده ان الناس تخاف تروح المستشفيات، والمصيبة ان دي من اساسيات مهنة الطب المعروفة. يعني احنا كان دكتور سامي عبد العزيز يقول لنا في الكلية مصر فيها مشكلة كبيرة في الاحترافية، الناس ما بتعرفش تعمل شغلها ازاي، يعني كله ماشي بالحب كده. ففكرة ان في واحدة مش عارفة ان دي من اساسيات المهنة دي مشكلة حقيقية. ما تستوجبش الحبس بس مصيبة. وبعدين شوف دكتور نجيب كان بيتكلم عن المرضى ازاي وهي بتتكلم عن الناس ازاي. حتى لما كان بيتكلم عن بعض الانحرافات اللي بيشوفها كان مثلا بيذكر من باب ان هو تذكر نصيحة امه ان احذر الهفوة الاولى، ان خد بالك اخطر حاجة ان انت تحاول تجرب بتاع، مش ان هو بيطول لسانه على الناس. الحاجة التانية بقى منطق ان في ناس والله ما تجيش الا بالعنف، ما تجيش الا بالضرب، ادي اخرة المشي مش عارف ايه، فكرة ادانة البنت، فكرة روحوا حللوا دي ان ايه كلكم التربية الايجابية دي ولا حاجة بتاع. لا، هو المنطق ده كان موجود من ايام الدكتور نجيب محفوظ وتعرض له اكتر من مرة في حياته. دكتور نجيب محفوظ مش بس صاحب فضل على البلد علشان هو اللي دخل علم طب النساء والولادة، لا هو حمى مصر من الكوليرا. الكلام ده قبل ما يتخرج اصلا. كان في قرية في قرى الصعيد فيها الكوليرا متفشية وما بتخلصش ومش عارفين يعملوا ايه، وهو كان بيشتغل حاجة ادارية كده في القاهرة. اتطوع وقال اروح القرية دي بنفسي. قالوا له يا ابن الحلال انت لسه في بداية حياتك وبتاع، قال لهم عشان انا في بداية حياتي انا اللي ضحي. فراح القرية قالوا له طيب هنبعت معاك بقى ناس غفر يعني يدوا بقى الناس علشان يحترموا نفسهم معاك وبتاع. قالوا لا 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 انا ما بحبش اتعامل مع الناس بالطريقه دي، انا هكلمهم بالمنطق. قالوا له يا ابن الحلال كلام البندر ده ما ياكلش مع الناس دي، انت مش عارف الاشكال دي بتتعامل، الناس دي ما بتفهمش، بقر جهله. قال لهم لا. فراح الجامع يوم صلاه الجمعه، قريه وكل الناس بتصلي في جامع واحد، وقال لهم اسمحوا لي اتكلم، انا دكتور اللي جاي لكم من القاهره، وانا راجل لسه طالب في كليه الطب وفي بدايه حياتي، وانا اخترت ان انا اجي لكم وضحيت بنفسي، فلو سمحتوا ساعدوني. فابتدت الناس تتجاوب معاه، يعني مش تجاوبوا معاه بقوا ملايكه، هما كانوا بيخبوا الابار برضو، لان انت مش هتحل المشكله بين يوم وليله، بس مفيش حد اتعدى عليه. فابتدأوا على فكره، يعني الراجل بذل جهد جامد في ان هو حاول، قال لك انا لازم ارسم خريطه للقريه دي علشان اعرف الوفيات بتتركز في انهي مكان. فيعني خدها على كعوب رجليه في الشمس طول النهار والليل لحد ما حصر ان الوفيات بتتركز في المنطقه الفلانيه، يبقى البير في بيت من البيوت دي. فعملوا تحليل وفعلا عرفوا مصدر المرض جاي منين، وانتهت الحكايه على ايده. الأسوأ من كده ان هو فيما بعد بقى لما اتخرج بيقولك كان بشكل عام الثقه في المريض في الدكتور الاجنبي اكتر من المصري، مفهوم يعني. فراح هو دكتور فرنساوي لمريضه تركيه في بيتها، ست من علية القوم يعني. فالدكتور الفرنساوي كان مثلا هي بتقول له، بيقول لها اقلعي، فهي خجلانه متردده شويه يعني، بقول لك هي مش يعني، بيقول شتمها ووبخها باسلوب عنيف ومش عارف ايه. فبعد كده قال له انت ازاي تعامل المريضه بالطريقه دي، انت ايه؟ قال له طيب بص انا اهو وانت اهو، لو الست دي عيت بعد كده هتبعت لي انا مش هتبعت لك انت، لان انتوا في بلدكم ما معناه ده طريقه التفكير، طالما انا يعني شتمتها وتعاملت وحش ابقى انا كده جامد ويحترموني وبتاع. وحصل بالفعل لما تعبت تاني بعتت للدكتور الفرنساوي وما بعتتلوش هو. فللاسف في ناس بتتصور من زمان وهيفضل غالبا المنطق ده موجود
ان لا الناس لازم تتعامل بالعنف وبالشده علشان تمشي مظبوط، رغم ان احنا مجربين الطريقه دي منذ قديم الازل وما مشيناش مظبوط ولا حاجه. والبنات اللي حضرتك بتتكلمي عليهم والولاد، لان دي جريمه ولد وبنت، ما تربوش في الكومباوند يعني والمدارس الانترناشونال، ما هم تربيه الشبشب اللي عاجبه حضرتك دي يعني. فيعني اللي اقدر اقوله ان انا ارشح لكم تاني كتاب حياه الطبيب للدكتور نجيب محفوظ، واقول لكم ان الرحمه ليها مفعول السحر، ده يا ريت الناس تفهم كده. واقول لكم ان لا، العنف ما بيفيدش حد، يعني الناس بيصلحها العلم والتربيه الكويسه واحساسهم بان البني ادم اللي قدامهم ده عايز يساعدهم، لا هو ده اللي بيفرق معاهم. والدكتوره دي نفسها هي نفسها يعني تعبير عن منظومه من اي كلام، احنا مش عاجبنا تصرفها بس ما تتحبسش، بس يعني هو ترند وهياخد حل سبيله. وشكرا. باي باي.